عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمل النهاردة فيديو. الجو شتاء، فهنعمل نوع من أنواع المخبوزات اللي ممكن تتاكل مع الشاي. الولاد يحبوها، نتعشى بيها، نفطر بيها، وطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم إن شاء الله بإذن الله. معانا 4 كوبايات دقيق، دول 3 ونخلي واحدة احتياطي، نقلبها في الآخر. هنحط 200 ملي ميه دافيه و200 ملي لبن دافي، ونحط معلقه خميره كبيره، معلقه بتبقى 10 ملي، معلقه خميره كبيره، ومعلقتين سكر، والدقيق بتاعنا هنحط له قد معلقه صغيره ملح. نقلب كل ده مع بعض، ندوب الخميره، حاطه كوبايه على جنب لما نحتاجها. بعد ما حطينا 150 ملي زيت على سمنه مع الخميره مع السكر مع لبن دافي مع ميه دافيه، نبدا بقى نقلب بقى بالنسبه لي كده، نجيب من تحت لفوق كده. انا راكنه كوبايه دقيق على جنب، هنعوزها هم 4 كوبايات. كل سنة وانتم طيبين. نبدأ نعمل بقى حاجة رمضان بإذن الله. ربنا يكرمنا يا رب بقى بعمرة في رمضان ده إن شاء الله، اللي نقدر نعمله إن شاء الله، ونجهزه تجهيزات رمضان في شهر شعبان. لو نقدر عليه هنعمله بإذن الله. كده بنجيب من تحت لفوق اهي. لسه عايزة معايا دقيق، خليت كوباية على جنب، هي ناقصة شوية. 4 كوبايات مظبوطين على قد 200 جرام مية دافية و200 جرام لبن، ومعلقة 10 ملي خميرة فورية. المعلقة الكبيرة بتبقى يا دوب هي 10، الصغيرة بتاعت الشاي 5. وحطينا سمنة كوباية الا ربع مع زيت ومعلقة ملح صغيرة. وشوية دقيق كمان زي ما تطلع مظبوطة ما بتلزقش. ان شاء الله باذن الله هتعجبكم ان شاء الله. كده العجينه لمت معايا اهي. هم 4 كوبايات دقيق بالظبط مليانين. نحط بقى العجينه دي، نحط كده شويه زيت تحت، وحبه فوق الوش كده، ونسيبها تخمر، تاخد على الاقل ساعه باذن الله تخمر، ونبدا نقطعها ونشوف هنعمل ايه. نحط لها الاسترتش بتاعها عشان نعرف نتعامل معاها. كده القطع تكون كلها متساوية قد بعض.
حسيت ان واحدة اكبر شوية نشيل منها ونخليها قد زميلتها اهي، كلهم قد بعض. لازم نسيبها بعد ما نقطعها كده ترتاح 10 دقايق، وبعدين نبدأ نفردها. نغطيها 10 دقايق بالظبط كده، وبعدين ايه ترتاح ونبدأ نفرد فيها. اوريكم ايه هنحشيها ازاي وهنعمل فيها ايه. هنجيب صاج ندهنه سمنة او زيت يعني اللي عندنا هنعمله. انا عملت واحدة هنحطها كده في الصاج، واوريكم التانية هنعملها ايه. معايا اهي، نروح لفينها كده او عاملين اي شكل انتوا عايزين تعملوه، واجي بالسكينه اقطعها كده كاني هقسمها كده كده، ومن هنا كده نروح حاطينها جنب التانية ترتاح. نعمل كمان واحدة. نعمل كمان واحدة معاكم. طبعا ايه اللحم مدهون زيت، عشان كده بيسهل لي فرد العجين. ممكن افردها بايدي برضو سهل جدا لانها طريه واللحمه دهون زيت، فماشيه معايا العجينه جميله جدا. تبقى مستطيله، تبقى مدوره، اعملوها الاشكال اللي انتوا عايزينها كلها معاكم. برضو هنحط ماكس الجبن كده كده، والولاد هيحبوها وهياكلوها، ويبقى لها طعم حتى غير ما تبقى ساده خالص كده. اهي يا حبايبي كده، ونروح جايين لافينها ولازقينها مع بعض كده على لبن. هندهن الوش بسيط كده، صفار بيض ولبن. دخلها على درجة حرارة 180. اي معجنات تدخل على درجة حرارة 180. الرف اللي في النص ونطلعها اوريكم شكلها هيبقى ايه. ندخلها الفرن اهي، دهناها. ممكن نرش سمسم، ممكن نرش حبة البركة، اللي ليه مزاج يعمل اي حاجة يعملها. ده بقى يا حبايبي شكل مختلف، عبارة عن مستطيل. هنحط الحشو في النص كده. انا طبعا ولعت الفرن، لسه ما حطيناش الصاج الاولاني، اوريكم بس ده كده واحدتين من ده. بعدين نطبقه كده كده، وبعدين نجيب دي كده كده، وبعدين نروح عاملين كده وده كده اهو. شايفين زي السندوتش وهو محشي كله جبنه من جوه.
وعندنا صاج مدهون كده اهو، ونروح دهنين الوش بالبيض واللبن كده. ده مختلف بقى عن التاني خالص في الشكل. ونروح حاطين حبة البركة كده بسيط. نعمل واحدة كمان اوريها لكم. ادي كده، ده اتفرد على هيئة مستطيل كده. كده دي مختلفة عن التانية في الشكل بس، انما هي العجينة واحدة. دي بقى مع الشاي، فطار، ليل، احلى من المخبوزات اللي بيجيبوها من بره خالص. كده نحط بقى الجبنة الماكس برضو في النص. عايزين اي حشو عندكم تاني مختلف عن الجبن احشوا. اللي عايز يحشي اي حشو مختلف عن الجبنة يحشي. ونروح جايبين دي كده. احنا في الشتا بقى عايزين ندفى، عايزين الحاجات دي بالليل واحنا قاعدين كده. نروح جايبين دي كده، ونروح جايبين دي كده اهي. شايفين يا حبايبي اهي كده اهو. ندهنها بقى بالبيض واللبن اهو كده. نروح حاطين حبة البركة، نروح حاطينها جنب زميلتها في الصينية. يعني نخلص الكمية دي وندخل بقى ندخلهم الفرن واوريكم الشكل النهائي. كده نحط الجبنة دي. هنعمل شكل مختلف بقى. عملنا شكلين، ده الشكل التالت مختلف شوية كده. كده اهو كده. ونيجي نعمل كده اهي كده، وننزل دي تحت، ونلف دي كده، ونروح مطلعين دي من هنا اهي. شكل مختلف خالص، عامله زي الفيونكه كده. ندهنها برضو بالبيض، وعايزين نرش عليها سمسم، نرش حبة البركة اللي احنا عايزين نعمله. ندخلهم بقى الفرن واوريهم لكم بقى. كده اشكال مختلفة اهي اهي، شايفين غير الشكل الاولاني. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وريتكم طريقة العجينة القطنية اللي احنا قلنا نعملها زي قرص نتعشى بيها او نفطر بيها، او نعملها لولادنا محشية ماكس جبن. انا فاض عندي شوية عجين عملت بيهم اللي هي القرص اللي بالسمسم دي، اضافة للي انا عملته دي. ده شكل وريته لكم اهوت، وده الشكل التاني اللي هو زي الضفيرة، وده اول شكل اللي احنا ايه قسمناه بالسكينة. بصوا عجين اهو، فنجان شاي مع القرص الجميلة دي. وعايزاكم تعملوا لي لايكات وما تنسونيش بالمتابعة، وان عجبكم الفيديو تقولوا لي اي تعليق مش عاجبكم برضو تنبهوني وتقولوا لي. ويا رب يجازيكم كل خير، وكل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله نبدأ نعمل حاجات لشهر رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله هحاول اتابع معاكم في شعبان كده شوية حاجات قبل ما اروح العمرة بإذن الله. هقول لكم المقادير: 200 جرام مية، 200 جرام لبن، معلقتين سكر، معلقة خميرة فورية، 4 كوبايات دقيق. وبعدين انا ضفت 2 تاني ونص المقادير اللي انا قلت عليها دي، وسبته خمر، وبعدين قرصته، وبعدين
فردته زي ما وريتكم. الاشكال اللي انتوا عايزين تعملوها اعملوه، الحشو اللي انتوا عايزين تعملوه، وتقولوا لي رايكم ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.